وبعدين بقى انا حاسه ان يا ريتني قعدت هنا. هم مصممين يبقى في حاجه. انت اسئلتك كلها بريئه وطيبه. ما انا بقولك حاسه ان انا كان لازم اقعد هنا. ماشي. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الاول واقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. اغرب موقف اتحطينا فيه او حصل لنا؟ لا، ممكن اغرب موقف لما فين؟ سافرنا وتهنا في المكان. كنا عايزين نروح مكان وتهنا. كان فين؟ وانتي عماله تصوري. بس لما كنا حاجزين في الطريق عشان نسافر ورحنا وما لقيناش حاجه تاخدنا. لما ما لقيناش الباص. وانا عماله دايخه على الناس عشان اهدى. وانا هعمل ايه؟ طلع الخوف ده فين؟ وانا دايخه على الناس عشان نلاقي نشوف تيكت وانتي حضرتك قاعده بتصوري. ده كان اغرب موقف. كانت رحله جميله. موقف حصل لنا في سفريه وعمرك ما هتنسيه. لما كنا لما رحنا اسماعيليه وما كناش لاقيين اي حاجه تودينا في اي حته، واقفين في الشارع ده مش عارفين نروح فين ومش عارفين نعمل ايه، والعنوان محدش عارفه، كل ما نسال عليه ما حدش عارف. واول مره نروح ومفيش هناك اوبر في المكان ده ومش عارفين نعمل ايه، وكنا متاخرين عن البيت. كانت الساعه كام؟ كانت الساعه 9 والدنيا ضلمه ونسال الناس ما حدش عارف المكان المجهول اللي احنا رايحينه المفروض نروح. حاجه نفسك نعملها مع بعض؟ حاجه نفسي نسافر. ايوه ببيات عشان عندك الموضوع صعب. يعني ناخد لنا 3-4 اسبوع مثلا، مش يوم واتنين وكده. وايه تاني؟ دي اكتر حاجه، ان احنا نجرب بقى حاجات جديده اكتر. تفتكري يوم فرحي هيبقى عامل ازاي؟ لا دي شغلتي انا بقى. شغلتي. انا متاكده انه يعني هنعمل كل حاجه مع بعض، كل حاجه هنختارها سوا. انا متاكده برضه ان انت هتبقي متوتره جدا جدا لدرجه ان انت تبقي بتترعشي وانت بتعملي كل حاجه، بتترعشي وانت بتتكلمي، بتترعشي وانت بتتنفسي. ممكن برضه اعمل لك حاجه يوم الفرح، اعمل لك حاجه تلبسيها. ممكن انا اللي اعمل لك الفيال بتاع انا كنت شايله ده سر على جنب، بس مش مشكله يعني هم برضو يعني هم جدعان وهنقول لهم. لا بس ده سر حلو. حلو. حاجه كان نفسك تقوليها لي بس ما جاتش فرصه. تبطلي. انا قدامك طول الوقت يعني ما جاتش فرصه ازاي؟ انا عايزه افهم. لا تبطلي اسئله كتير، تبطلي اوفر ثينكينج طول الوقت في دماغك مع الناس يعني، او في حياتك في المطلق يعني. طول الوقت ببقى عايزه اقول لك كده بس عارفه ان مش هيحصل حاجه يعني. هتقولي لي مالهاش دعوه. ايه ده؟ لا بلاش. اديني نصيحه بخصوص علاقتي العاطفيه. ايوه كده. لا ما ينفعش. لو لازم تقوليها خلاص. هي يعني الوصف في دماغي بس مش عارفه اجيب جمله يعني دايركت، بس اللي هو يعني ما تنحتيش من قلبك قوي مع ناس لسه انت ما تعرفيهاش كويس. فاهمه؟ يعني خدي كل حاجه بهدوء ويعني اعتبري ان هي مش موجوده لحد ما يحصل حاجه تحسسك ان هي موجوده بجد بقى. اوكي. ايه اكتر حاجه مميزه في صحوبيتنا؟ انها غير متوقعه اطلاقا. صح. ايوه، احنا ممكن نبقى النهارده في حته، بكره في حته تانية، في عالم تاني، في تجربه جديده خالص زي دلوقتي. دي حاجه ما كانتش متوقعه. احكي عن فتره كانت صعبه وانا وقفت جنبك فيها. وقت العمليه بتاعتي طبعا. وقت ما كنا احنا الاثنين مش لاقيين شغل. كان فتره طويله جدا قعدنا احنا الاثنين، قعدنا 2 سنين كاملين من غير شغل خالص. صح. ما كناش بنشوف بعض كتير، بس انا كنت مبسوطه ان انتي موجوده عامه. يعني ما كانش فارق لي يعني لازم نبقى موجودين فين مع بعض، لازم نبقى بنعمل حاجه دلوقتي حالا، بس كان مكفين ان انتي موجوده يعني. خلاص يعني في حاجات حلوه جايه يعني لحد ما الحاجات الاحلى تيجي، وكده كده احنا مع بعض. وبعدين بقى ايه؟ يعني انا حاسه ان يا ريتني قعدت هنا. هم مصممين يبقى في حاجه يعني فاهمه، حاجه كده لسه ما انت اسئلتك كلها بريئه وطيبه. ما انا بقولك حاسه ان انا كان لازم اقعد هنا. ماشي اتفضلي. مش عارفه.
طيب حاجه حلوه كنت مستنياها مني وانا ما عملتهاش. ما اعتقدش يعني، في كل المواقف اللي اتحطينا فيها لا ساعدنا بعض يعني، او لو انا كنت منتظره منك حاجه عملتيها من غير ما اطلبها اصلا، فلا ما اعتقدش ان في حاجه كنت مستنياها. شو اكيد. ايوه اكيد. لسه ما اتحطناش في حاجه صعبه قوي. لا عشان انا عارفه ان انا ساعات ببقى مش واخده بالي بجد، فاهمه؟ ما انا عشان انا عارفه ان انت مش واخده بالك بجد، فبيبقى انا عارفه متاكده ان انت مش قاصده، فبالنسبه لي مش حاجه انا تضايق. عايزه بقى حاجه من الحاجات اللي انا ما وصلتهاش. ساعات لما بنبقى بنتكلم في موضوع ممكن تحودي على حاجه تانية واحنا لسه ما خلصناش. مثلا ماشي. فما إن بتبقيش أنا- مركزه ان انا لسه ما خلصتش النقطه. تمام. يعني ان انا ممكن اغير الدفه بتاعت الكلام. صح. في وقت مثلا احنا بنناقش حاجه مصيريه فانت تغيريها وبعدين بنرجع لها بعد كتير، فكون انا نسيت اصلا احنا كنا بنقول ايه. I will keep in mind. ماشي. ايه المشروع اللي كنا هنعدي لو كنا عملناه؟ ده حاجات كتير قوي. كنا بنفكر نعمل طرح. لا والبراند اللي كنا عايزين نعمله بتاع السيمي سوري، بس احنا اتكلمنا في الطرح الاول. صح. بس اللي كنا هنعدي فيه ايه؟ ريدي تو وير. كنا هنبدا بكتاكيت وبعدين نشوف بقى البلد كده. يعني ما لحقتش قوي بس ماشي. ايه احلى هديه جبتها لك؟ احلى احلى هديه هديه جبتها لك؟ المج بتاع الكريسماس. فعلا؟ بحبه، ما بشربش فيه. ياه. ما بشربش غير فيه في البيت، ومحطوط في مكان ممنوع الاقتراب او التصوير، يعني ما ينفعش حد ياخده، ما ينفعش حد يستخدمه اصلا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. اتبسطتوا؟ ربنا يخليكي، تسلمي.